بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما حضراتكم عارفين إن الشواطئ محتاجة من النزلاء أو من المصيفين أو من رواد الشواطئ بشكل عام، يعني إذا كانوا وفقت في المصطلح إن هم يحافظوا على البيئة البحرية. البيئة البحرية، المية اللي قدام حضراتكم دي لو جيتوا قارنتوا بالمية الموجودة في اسكندرية هتلاقوا اللون زي ما أنتم شايفين. حضراتكم اللون ده أنتم مش عارفين بقى، أنا كغواص والسادة الغواصين لما بيجوا ينزلوا بيبقوا شايفين إيه؟ بيبقى رؤية واضحة جدا جدا. عارفين ليه حضراتكم؟ لأن حضراتكم الأرضيات ما فيهاش زبالة، ما فيهاش مخلفات، المية داخلة اللي خلقها ربنا بالشكل الجميل بتاعها. حضرتك رميت النهارده ازازه وغيرك رمى بكره، هيبقى عدد كبير من الحاجات دي كلها. بالاضافه ان حضراتكم الاعمال البحريه اللي بتتم زي مثلا اقامه فنادق واقامه كافيهات، خلي بالكم اي مخلفات هي اللي بتسيء للبيئه البحريه وبتسيء للبلد كلها، بتؤثر على البيئه البحريه وبتعمل تاثير كبير جدا على صحه الانسان بشكل عكسي. المكان اللي قدام حضراتكم البيوت جميل ده موجودين في مدينة العلمين الجديدة. عايز اقول لحضراتكم يعني هيقدم برضو فكرة جميلة معايا زميلي طبعا كابتن عبد الرحمن، بس بيعمل حاجة. عايز اقول لحضراتكم حاجة، هو كان قبل ما يطلع معايا يقول لي هنصور، قال لي يا دكتور لازم تبعت رسالة للمصيفين في اسكندرية. انا عايز اقول الرسالة للمصيفين، يا مقبلين على الصيف، يا اللي جايين اسكندرية، يا اللي هتنزلوا الشواطئ، ربنا سبحانه وتعالى خلق الطبيعه بشكلها الجميل اللي قدامكم، حافظوا عليها حافظوا عليها. رايح مطروح، رايح العلمين في الشاطئ المجاني وما عادش خلاص مجاني، رايح قريه سياحيه، رايح اسكندريه، انت حفاظك على البيئه البحريه انت بتحافظ على نفسك واولادك والجيل اللي جاي واللي جاي. ومصر محتاجه مننا كلنا ان احنا نحافظ عليها عشان نستمتع بالاماكن الجميله والميه الجميله والطبيعه اللي قدام حضراتكم دلوقتي. دي حاجه بتشدنا في مجموعه شواطئ هنا. شكرا لهيكسنس، شكرا للشواطئ الخاصه الموجوده اللي عامله تقنيات عاليه جدا، شكرا لجهاز حمايه الساحل الشمالي او الهيئات العمرانيه، شكرا جزيلا لكل قيادات الدوله المصريه اللي جعلت من مدينه العلمين الجديده يعني نافذه للجمال وللطبيعه وللاستمتاع للمصايف وتقضية وقت الاجازات للناس بالشكل زي ما انتم شايفين اهو، رحلات وحاجه جميله حاجه جميله. ده اللي يدل على ان المكان يستحق ان احنا نحافظ عليه. سيب حضراتكم معانا. شوفوا الميه، شدينا البوغاز، الميه داخله بالشكل ده، يعني حاجه جميله والله. الجمال بتاع الميه بيخلي السمك حتى يعني يخلي فيه سمك، يخلي فيه بيئه كده تشوف تقدر تعيش، يعني انت بتحافظ على المكان لما يبقى جميل. بصوا لون الميه، بصوا هو ده اللي احنا بنحافظ عليه. ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل من مصر نافذة للعالم كله لكل الجنسيات. مصر بلد الأمن والأمان بقيادتها، بقيادة معالي وفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اللي جعل من مصر يعني شكل ووضع وقيمة يعني المكان اللي هتاخدها مصر في ظل حكومة من الكفاءة دي إن دل فيدل على اختيار لقيادة سياسية ليها شكل مضمون كويس. فشكرا يا معالي الرئيس، تهنئة لموسم الصيف لسعادتك مقدمة من فريق الشباب المتطوعين. شافوا بلدهم وشافوا الامكانيات الموجوده. بقول لحضرتك انت هتفضل رئيس يتذكره احفاد الاحفاد. يعني حضرتك اللي تم ده حاجه يعني، واللي بيتم على ارض الواقع ربنا يا رب كده يكلل هذا النجاح دائما.